الجميع يريد الحصول على قصة شعر عصري مع الشعر الطويل، لكن المشكلة الحقيقية هي أنه كلما زاد طول شعرك ظهرت المزيد من المشاكل: تساقط الشعر، القشرة، والجفاف. إذا لم تعتني بشعرك بشكل صحيح، فخلال بضع سنوات فقط سينتهي بك المطاف بمظهر كهذا. اليوم في هذا الفيديو سأوضح لك كيفية العناية بشعرك بشكل صحيح عبر 5 خطوات بسيطة. لنبدأ. الخطوة الأولى: التنظيف. هنا لا نتحدث فقط عن تنظيف الشعر، بل نركز تحديدا على تنظيف فروة الرأس. بسبب التلوث والغبار والعرق تتراكم الأوساخ في شعرنا يوميا، ولهذا السبب فإن التنظيف المنتظم مهم جدا. لهذا الغرض سنستخدم الشامبو، لكن أولا افهم شيئا واحدا بغض النظر عن نوع الشامبو الذي ستستخدمه، فإن وظيفته الوحيدة هي تنظيف شعرك وفروة رأسك فقط. لا تتوقع أن الشامبو سيجعل شعرك كثيفا أو لامعا أو قويا، لن يفعل ذلك الشامبو يساوي التنظيف ولا شيء غير ذلك. كم مرة يجب أن تغسل شعرك بالشامبو أسبوعيا؟ يعتمد ذلك على نمط حياتك. إذا كنت لا تخرج كثيرا أو تعمل في وظيفة مكتبية، فإن غسل الشعر بالشامبو 2 إلى 3 مرات أسبوعيا كافي جدا. كنت تخرج كثيرا، تسافر، تعمل في بيئات مليئة بالغبار، تذهب للجيم أو تمارس الرياضة، فاغسله يوميا باستخدام شامبو لطيف مايلد شامبو. أي شامبو يجب أن تختار؟ الفروة الدهنية والقشرة. إذا كانت فروة رأسك دهنية أو تشعر أن شعرك زيتيا حتى بدون وضع الزيت، أو تعاني من القشرة، استخدم شامبو يحتوي على مواد مقشرة مثل حمض صاليسيك، حمض جيلوكوليك، أو زيت شجرة الشاي. هذه مواد تزيل الدهون الزائدة والأوساخ بفعالية. الفروة العادية، استخدم أي شامبو لطيف خالي من السلفات والبرابين يناسب ميزانيتك. توصية خاصة للقشرة: إذا كنت تعاني من القشرة، اختر شامبو يحتوي على مادة كيتوكونارول مسمى الدراري، فهو سيدمر القشرة تماما. الطريقة الصحيحة لاستخدام الشامبو: لا تفرك شعرك بقسوة، بل دلكه بلطف بأطراف أصابعك لمدة 1 إلى 2 دقائق على الأقل حتى تنظف فروة الرأس تماما. ومهما كان الطقس بارد، لا تغسل شعرك أبدا بالماء الساخن، واستخدم دائما الماء العادي أو البارد. إذا أردت معرفة السبب، اسأل شات جي بي تي عما يحدث عندما تسكب الماء الساخن على فروة رأسك. الخطوة الثانية: الترطيب البارد ساعة. لابد أنك لاحظت أنه بعد غسل الشعر بالشامبو يبدو الشعر جافا وخشنا، وذلك لأن الشامبو يزيل الرطوبة الطبيعية. لذا إن الخطوة التالية هي استخدام البلسم لاستعادة الرطوبة ليصبح الشعر ناعما لامعا وصحيا. الطريقة الصحيحة لوضع البلسم: بعد الشامبو اعصر الماء الزائد من شعرك، كمية قليلة من البلسم تناسب طول شعر، ضعه على أطراف وخصلات الشعر فقط وليس على فروة الرأس. تذكر دائما، لا تقع في خدعة المونتاج 2 في 1، شامبو وبلسم معا، واستخدم دائما بلسم منفصل. ثالث خطوة: التجفيف. حتى تجفيف الشعر يحتاج إلى اهتمام، فأكبر خطأ يرتكبه الناس هو فرك الشعر المبتل بقسوة بالمنشفة، مما يسبب تكسر الألياف الشعر وإضعاف الجذور مع الوقت. البديل الصحيح: جفف الشعر عن طريق الطبطبة والضغط اللطيف بالمنشفة. الخيار الأفضل: استخدم المنشفة الميكروفايبر، لأنها تمتص الماء بشكل أفضل وتمنع تلف الشعر. مجفف الشعر السشوار. إذا كنت تستخدم مجفف الشعر، استخدمه دائما على درجة حرارة باردة أو معتدلة، ولا تستخدم الهواء الساخن أبدا. تذكر هذه القاعدة: لا تضع ماء ساخنا ولا هواء ساخنا على فروة رأسك أبدا. الخطوة الرابعة: التزييت والتصفيف.
الغرض من وضع الزيت هو إضافة ترطيب وطبقة الحماية للشعر. في الوقت الحاضر يستخدم الكثير من الناس سيروم الشعر أيضا، والوظيفة هي نفسها تقريبا: الرطوبة، اللمعان، والنعومة. متى وكيف تضع الزيت؟ بعد الاستحمام ضع من قطرتين إلى 3 قطرات فقط من الزيت على أطراف وخسارات الشعر، وليس على فروة الرأس. تصحيح خرافة شائعة لربما سمعت منذ الصغر: ضع الزيت على فروة الرأس، وهذا خطأ. فروة الرأس دهنية بطبيعتها وتحتوي على أكبر عدد من الغدد الدهنية في الجسم، لذا فهي لا تحتاج زيوت إضافية. ضع الزيت على الخصلات فقط. حمام الزيت: نعم، يمكنك عمل تدليك شامل للفروة بالزيت مرة واحدة فقط في الشهر، ولكن إذا كانت فروة رأسك دهنية أصلا أو تعاني من القشرة، تجنب تزييت الكثيف، ولا تترك الزيت على شعرك طوال الليل أبدا. أبقيه لمدة ساعة واحدة فقط ثم اغسله. منتجات التصفيف: الواكس، الجل، البوماد، السبراي. تأكد من أنها لا تلامس فروة رأسك إطلاقا. وإذا قمت بتصفيف شعرك في الصباح، اغسله دائما قبل النوم ولا تترك المنتجات عليه ليلا. قد تبدو هذه عادة بسيطة، لكن صدقني إنها تحدث فرقا هائلا في صحة شعرك. الخطوة الخامسة: التغذية ونمط الحياة. تحصل جذور الشعر على غذائها من الطعام. إذا كان نظامك الغذائي سيئا، لن ينقذ شعرك أي شامبوان أو زيت. إليك العناصر الغذائية التي تحتاجها لجعل شعرك صحيا. البروتين: يتكون الشعر بنسبة 90% من البروتين الكيراتين. إذا كان لديك نقص في البروتين، أصلح ذلك أولا وأضف أطعمة مثل البيض، الجبن، الدجاج، العدس، الحمص، وقطع الصويا. تناول 3 بيضات في وجبة الإفطار يوميا. الدهون الصحية: تحافظ الدهون على ترطيب فروة الرأس طبيعيا ولمعان الشعر. أفضل المصادر هي المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بودر الكتان، بودر الشايا، وبودر القرع. الفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامينات A، C، O، والزنك والبيوتين. مصادر فيتامين A: السبنخ، البروكلي، الجزر، والبطاطا حلوة. مصادر فيتامين سي: البرتقال، الأملاج، والليمون. الماء ونمط الحياة: اشرب 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميا. فالترطيب يمنع جفاف فروة الرأس والقشرة. نم بشكل جيد وقلل من التوتر، لأن التوتر يحفز تساقط الشعر بشكل مباشر. هذا كل شيء. إذا كنت تريد المزيد من الفيديوهات مثل هذه في المستقبل، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واطلع أيضا على الروابط الموجودة في صندوق الوصف.